بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال عايز أطرحه في البداية وهسيب لحضراتكم الإجابة عليه لما نيجي عند مناقشته، وهو هل يجوز لأي كائن حي، لأي مسؤول في مصر، لأي حد في مصر إنه يتاجر باسم البلد أو باسم منتخب البلد لتحقيق أغراض شخصية؟ أعتقد الإجابة على السؤال كلنا هنرفضها، لكن لما أجي أدخل في التفاصيل متأكد إن الأجندات هتفصل في الردود، يعني هتلاقي حد مرحب باللي هقوله وحد ضد اللي هقوله. قبل ما أدخل في الخناقة دي مع أصدقائنا طبعًا الأهلاوية قبل الزملكاوية، خلّيني أبدأ الأول باللي بيدور جوّه النادي الأهلي وحالة الارتباك الشديدة جدًا، جدًا اللي عملها يستروب المدير الفني للفريق. يستروب كان قبل ما يغادر القاهرة ويمشي في أجازة بعد انتهاء الموسم، كان متّفق مع إدارة النادي الأهلي على فَك الارتباط بالتراضي وفسخ عقده، وإدارة النادي الأهلي فعلًا راحت اتفقت مع أكتر من مدرب ودرست مجموعة من السير الذاتية للتعاقد مع مدرب بديل وخلاص الموضوع منتهي. فجأة تراجع المدير الفني للنادي الأهلي يستروب بشكل واضح، وأحرج إدارة النادي كمان قبلها يمكن في المؤتمر الصحفي للمباراة الأخيرة أمام المصري، لمّا فاجئ الكل وقال أنا مكمّل ومش هافسخ عقدي، والنادي الأهلي لو عايز يمشّيني أهلًا وسهلًا، ولكن بالحصول على كامل عقدي اللي بيمتد لمدة عامين قادمين مع النادي، وتقريبًا بيوصل الإجمالي المستحقات بتاعته حوالي 6.000.000 $6.200.000، يعني فتحة جديدة للنادي الأهلي، من الفتحات اللي فرضت نفسها في الفترة الأخيرة بإهدار كتير من الأرقام من المال العام اللي موجود في النادي، ومشكلة كبيرة الأهلي مش لاقي لها حل لحد النهارده، لإنه مستحيل يدخل في مفاوضات تانية مع مدرب رابع أو خامس قبل ما ينهي قصة يستروب، وإلا هتبقى إدارة النادي الأهلي مضطرة إنها تبدأ الموسم الجديد مع هذا المدير الفني. والحقيقة بغض النظر عن إمكانية استمرار الراجل من عدمه، ولكن وجب هنا محاسبة المسؤول عن صياغة عقود النادي الأهلي. الحقيقة صياغة فاضحة دمّرت البنية التحتية الدولارية للنادي الأهلي الفترة الأخيرة. كام لاعب فسخ عقده وخد فلوسه كاملة، وكام لاعب النادي الأهلي دلوقتي بيدفع له فلوسه برّه الأندية اللي بيلعب فيها زي مثلًا رضا سليم، وفي أكتر من لاعب، أشرف داري، بتلاقي الأهلي بيتحمّل فلوسهم في أنديتهم الكاملة. يعني رضا سليم مثلًا كان راتبه في النادي الأهلي $900,000، رفض يمشي بأقل من $900,000، لمّا راح ناديه المغربي ناديه اتحمّل $200,000 والأهلي بيدفع 700,000 من ساعتها لحد النهارده، ولسه نشوف هيعمل إيه معاه. يستروب أزمة جديدة ومشكلة كبيرة جدًا تاني عند النادي الأهلي، خصوصًا بعد قرار وزير الشباب بإنه أي حد أو أي عضو مجلس زي رئيس نادي أو مجلس إدارة لأي نادي عليه إنه يتحمّل مديونات ناديه قبل ما يمشي وقبل ما تنتهي مدته. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إن عاجلًا أو آجلًا حسين لبيب ومجلسه هيتحمّلوا المشاكل المالية في الزمالك لو انتهى مجلسهم وهم لسه معلّقين أزماتهم. النادي الأهلي هيتحمّل مجلسه بقيادة الخطيب كل المشاكل والأزمات الموجودة وهكذا. الدنيا هتتغيّر واللي جاي مش هيبقى زي اللي راح. يستروب أزمة كبيرة في النادي الأهلي في وقت النادي بيفكّر إزاي هيستقبل الموسم الجديد. ما أنت المشكلة إنه أنا عندي مدرب الجماهير غير راضية عنه بالمرّة، علمًا بإنه فكرة إنه تحميل المسؤولية يستروب في النادي الأهلي هي نغمة لجان، لإنه الطبيعي مش يستروب بس اللي يتحمل المسؤولية، اللي جاب لاعبين رغم أنف المدرب يتحمل مسؤولية، اللي اختار يستروب نفسه يتحمل مسؤولية، اللي صاغ عقد يستروب يتحمل مسؤولية. هنرد الكلام على مجلس إدارة النادي اللي يجب محاسبتهم ومحاكمتهم على ما يدور خلف الكواليس في النادي الأهلي بدون كلمة زيادة مني. عمومًا هنشوف الفترة اللي جاية إيه اللي هيحصل. في نادي الزمالك الوضع مختلف. في نادي الزمالك اتجاه عام جوه النادي بتجديد الثقة في المدير الفني الوطني معتمد جمال اللي تمكن من قيادة الفريق للفوز بلقب بطولة الدوري بعد غياب من آخر موسم 2022، يعني 4 مواسم، ده الموسم الرابع اللي بيرجع فيه الزمالك ياخد بطولة الدوري على يد مدرب مصري، وبالصدفة هو كمان المدرب الرابع في تاريخ النادي من أبناء النادي اللي بيحصل على لقب بطولة الدوري. كان الزمالك بياخدها مع زكي عثمان مرة وخدها مع
عصام بهيج وابو رجيله ورابعهم معتمد جمال اللي شعبيته واسهمه زادت جدا جدا. وفكره اعلان التجديد التعاقد مع لمده سنه او اتنين خلال ايام مش هيبقى فيه مشكله مع جماهير الزمالك زي المشكله اللي شغاله مع يستروب مع جماهير النادي الاهلي بعد صدمه العقد بتاعه مع النادي. طيب، الفوز الزملكاوي بلقب بطولة الدوري عمل حالة هبل عند البعض. أنا آسف في اللفظ بس أنا مش لاقي مصطلح تاني يعني. أحمد بلال اللي قال أنا هبطل وإن أنا هسمي نفسي مش عارف إيه وإن أنا هعمل إيه لو الزمالك فاز بالدوري اللي مش هيخش رابع ولا هيكون حتى بين السبعة الكبار. كلام كان غير مسؤول من ناس بتدور على ترند عشان تاكل عيش، مش بيدور على كلمة يوصلها للناس. وبرغم كده راجع تاني علشان يبرر الخساره ويقول لك ايه بقى. المره دي قال لك ان سيراميكا كليوباترا، خلي بالك ده الاهلي به، سيراميكا كليوباترا لعب بعدم شرف، لعب بطريقه ساهمت في فوز الزمالك في الفوز بالدوري، وقال لك اللعب بدون شرف ويستحق المحاسبه. تخيل راجل زي ده مش مسؤول في مكان ومالوش علاقه لا بالاهلي ولا له علاقه بنادي سيراميكا كليوباترا اللي هو تابع للنادي الاهلي، وبيطالب بمحاكمه المسؤولين فيه على مجرد الخساره امام نادي الزمالك. طب ما انت كسبان المصري البورسعيدي وكسب بسهوله وب10 لاعبين، محدش يعني قال لك انه الاهلي اشترى ولا المصري لعب بدون شرف ولا. هي دي كره القدم. ما في فريق من الفرق الثلاثه اللي لعبت قدام الاهلي والزمالك وبيراميدز كان بيتعمد الفوز او الخساره لصالح منافس الا سيراميكا كليوباترا نفسه فقط، بدليل الكلام ده لاحمد بلال انه علي ماهر بشكل غير محترف، ما فيهوش احترافيه ولا في قيم ولا مبادئ لناديه او غير ناديه، انه يترك ملعب المباراه في اللحظات الاخيره لما تاكد من الخساره، وكانه في حاله غضب، وكانه ما كانش بيلعب لسيراميكا كليوباترا. ده خرج لانه بيلعب لصالح النادي الاهلي، خرج لان يبدو ان كان عنده وعد انه يكون مدير فني النادي الاهلي في الموسم الجديد. لكن امتى؟ في حاله الفوز على نادي الزمالك، في حاله مساعده الاهلي يا احمد يا بلال. فلما تاكد من الهزيمه خرج من الملعب بشكل كل الناس قالت انه بينتقص من شخصيه وتركيبه علي ماهر، اللي انا تحديدا انا شخصيا احترمه جدا كمدرب، لكن هذا التصرف هيفضل يطارده مدى الحياه. مدرب بتسيب فريقك بيخسر في لحظات اخيره وبتغادر الملعب. طب هتعول على مين جوه؟ واداره سيراميكا كليوباترا فين من ده؟ مش الاخ اللي اسمه احمد بلال ده راجل دماغه مقويه، راجل طالع يقول لك احاسب كليوباترا عشان خسر. طب ما تحاسب المصري الاول وروح حاسب كمان سموحه اللي خسر قدام بيراميدز. فقط الفوز الزملكاوي هو اللي يجب ندور له على. ما هو انتوا في الاول عملتوا مشكلتكم ان كنتوا معولين على سيراميكا كتير، ومليون دولار ومليون جنيه لكل لاعب ومش عارف فلوس ايه ومكافآت ايه. ولما محمد ابو العينين وغير محمد ابو العينين المساله مراكز قوه كرويه، او بلاش مراكز قوه نسميها موازين قوه كرويه. الزمالك حاجه وسيراميكا مع الاحترام حاجه تانية. لما كل اللي اتكلموا ورصدوا مكافآت يقفوا على دماغهم كان الزمالك هيكسب سيراميكا. يا اخي ده الزمالك برضه تاريخ. لكن يبدو طبعا لسه برضه الصداع شغال بتاع الدوري، والضربه بتاع ثالث الدوري والكونفدراليه عامله مشكله لبعض الاهلاويه، خصوصا اللي كانوا بيتكلموا كتير اللي زي اسامه حسن وزي احمد بلال وزي مش عارف مين حازم، اسمه ايه، شريف حازم ولا اسمه ايه الجدع اللي بيطلع مع مهيب يطلع يهرتل بالكلام ده. عموما الهرتله شغاله والامور لسه مكمله. طيب خلينا اروح بقى لملف المنتخب الوطني وحاله الاستياء الشديده جدا بين جماهير الكره في مصر، مش جماهير الزمالك. يعني مش بس جماهير الزمالك اللي شايفه انه غياب لعيب زي مصطفى محمد خساره لمنتخب مصر ومشكله افتعلها حسام حسن. طيب تحديدا في اكتر من لاعب غيابهم برضو بيمثل علامات استفهام، منهم محمد شحاته واحد من افضل لاعبي خط الوسط في مصر، ناصر منسي افضل مهاجم في الدوري المصري، محمد اسماعيل من افضل المدافعين في الدوري المصري، وناصر ماهر واحد برضو من افضل صناع اللعب واللي كان المنتخب محتاجه جدا. ناصر ماهر معروف هو اللي سجل الهدف اللي حرم النادي الاهلي من المشاركه في دوري الابطال. هدف الفوز على سموحه كان المسمار الاخير في نعش النادي الاهلي في دوري الابطال.
هو الهدف اللي نقل الاهلي من دوري الابطال للكونفدراليه. فلذلك جه الرد من حسام، لان حسام حسن، وده اللي انا قلته في بدايه كلامي، بيتاجر باسم مصر، بيشتغل مع منتخب مصر لصالح مصالح نادي واحد. عشان كده استبعاد ناصر ماهر زي ما قلت لحضراتكم هو اللي حرم النادي الاهلي من اللعب في دوري الابطال، علما بان ناصر ماهر هو اللعيب الوحيد في مصر اللي جمع بين الدوري والكاس السنه دي. ناصر ماهر فاز مع النادي الزمالك بلقب بطوله الدوري لانه مشارك معاه في الدور الاول بالكامل، وهو شارك مع بيراميدز في الكاس وخد الكاس مع نادي بيراميدز. اذا هو بطل الدوري وبطل الكاس، والطبيعي ان الراجل يبقى جوه، لا هو بره. وخد اشباه لاعبين مش قادرين يقفوا على رجليهم وعلى راسهم، الاخ ميزو في النادي الاهلي. مين ياخد النهارده لو اي مسؤول من حضراتكم في منتخب مصر انت شايف ان مستوى زيزو يلعبه في النادي الاهلي؟ يا اخي محمد هاني، يا اخي مش عارف مروان مين، يا اخي ده مروان اللي الاهلي بيمشيه، ده الولد ابو شعر ده الاهلي بيستغنى عنه، كان واخده حسام حسن في كاس افريقيا. المعايير اختلفت. الولد اللي اسمه اقطاي وقع للاهلي راح المنتخب. انما تعال استبعد ناصر منسي المهاجم الوحيد في مصر او الابرع في مصر، استبعد مثلا لعيب زي محمد شحاته، لا برضه مساله مش مقبوله. ناصر ماهر، وانا ما عنديش حد يدي لا في مركز 8 ولا في 10، انت ما عندكش حد. امام عاشور ما فيش شك انه لو في مستواه يقعد اي حد، بس هو ده مستواه؟ هل انت ضامن مستواه؟ طب بديله مين؟ مفيش. فالاختيارات العشوائيه اللي عاملها حسام حسن ما هياش يعني بدون قصد، لا ده ليها نيه نوايا يعني. محمد اسماعيل يستبعد ليه؟ وهو واحد من افضل لاعبي نادي الزمالك. عموما هنتقل مع حضراتكم لمرحله مصطفى محمد. سيبك بقى من ناصر منسي، وسيبك من ناصر ماهر، وسيبك من محمد شحاته، وسيبك يا اخي من كل اللعيبه محمد اسماعيل واللي انا بتكلم عنه، لكن تعالى على مصطفى محمد. مصطفى محمد النهارده في تصريحات لحسين فهمي، ده الصديق المقرب لمصطفى محمد، على صفحته فضح حسام حسن، كشف نوايا حسام حسن. الراجل قال لك مصطفى محمد زي اللاعبين المحترفين اللي بعت لهم الجهاز الفني تعالوا مصر عشان تعملوا فيش وتشبيه وتطلعوا التأشيرة من سفارة أمريكا في مصر عشان كأس عالم. مصطفى محمد جه مع الكل وراح بعلم حسام حسن وإبراهيم حسن، استخرج الأوراق، والراجل قال لك كان يوم شاق جدا. راح عمل الفيش وعمل الورق وراح السفارة وسحب الاستمارة، وتاني يوم رايح يكمل الإجراءات. فقال لك الولد فوجئنا في اخر اليوم انه قبل الاتصال ده قال لك مصطفى محمد بعد ما خلصنا اليوم قال انا عايز اروح اتفرج على ماتش الزمالك في المنتخب في الدوري، المباراه الختاميه. خلصنا مشاورنا وطلعنا على استاد القاهره نتابع المباراه. يا دوب قعدنا في الملعب دقايق ولقينا حسام حسن بيتكلم، انت ايه اللي موديك الاستاد؟ فمصطفى قال له انا خلصت اجراءاتي وداخل اتفرج على الزمالك. قال له طيب اوكي، وقفل معاه السكه. تاني بعدها بنص ساعة جاله تليفون من إداري المنتخب، يا درش مساء الفل أنت بره منتخب مصر. ليه؟ قال له دي تعليمات عندي من الجهاز الفني والإداري والسلام عليكم. قال لك رفعنا السماعة مرة واتنين ونطلب إبراهيم حسن ما بيردش. فإزاي بقى ليه وليه إن مصطفى محمد راح اتفرج على نادي الزمالك، راح دعم فريقه القديم، راح أعلن الولاء للأبيض بعد ساعة واحدة فقط من رفضه عرض أهلاوي؟ الأمور بتفسر بعدها. والمشكله عندنا زي ما قلت لحضراتكم حسام حسن اللي طبعا ايامه مع المنتخب معدوده، ايا كان بعد كاس عالم نتائجه ازاي، نهايه مدته مش هتاخد كاس عالم عشان تكمل، ولا الاهلي هياخدك خلاص يستروب قاعد. وده الكلام والربط اللي احنا بنعمله. طب اللي انت عملته ده لصالح مين؟ ازاي تقتل فرص لعيبه كبيره انها تكون موجوده مع المنتخب عشان تاخد لعيب اسمه اقطاي ولعيب اسمه حمزه عبد الكريم، لعيب بيلعب في اكاديميه برشلونه. النادي الاهلي ما لعبش معاه مباراه واحده رسميه. كلها امور بتقول ان منتخب مصر سمك لبن تمر هندي، وانه اتعمل لمجامله بعض الانديه مع حسام حسن، وده مش مفروض ان يجب ان يكون. واللي هيتحاسب معاه بعدين هاني ابو ريده اللي سايب الحبل على الغارب لحسام يفعل ما يحلو له في قائمه منتخب مصر. لا عندي لجنه بتدير مع حسام ولا حد بيراجعه في اختياراته ولا حاجه ابدا، لدرجه ان الراجل اللي خد 8 لعيبه من ثالث الدوري و3 لعيبه من بطل الدوري و3 لعيبه من وصيف الدوري ساب له الحبل على الغارب يجامل ويستبعد ويعمل اللي هو عايزه في تشكيله المنتخب. طيب
خلينا اروح من المشاهد اللي لفتت نظر انا شخصيا اقسم بالله في موضوع تتويج الزمالك بالدوري، الرد العنيف اللي عمله اخوان بزيرة وبأدب شديد جدا على الراجل اللي اسمه حسين الشحات لاعب النادي الاهلي، اللي كان طلع تنمر على بزيرة يوم مباراة الزمالك والاهلي اللي انتهت بخسارة الزمالك ب 3-0. راح له كلنا فاكرين لما راح عمل له كده يعني يا أزع يعني يا صير. ما كانش فيه رد يومها من بزيرة، ان بزيرة لعيب محترف، والرد من وجهة نظره يبقى في الملعب، يبقى بالحسم، يبقى بالدرع، يبقى باللقب. عمل ايه بقى اخوان بزيرة؟ رد ازاي على حسين الشحات؟ ركب صورة ليه وهو رافع الدرع وجنبه حسين الشحات صغير كده، يعني يبدو ان هو عملاق من ظهره كده، وفي المواجهة حسين الشحات وهو بيشاور له بيعمل له كده، وبزيرة واخد معظم الصورة، يعني انا عملاق بأدائي وانت اللي كده مش انا. ردها له بمنتهى الادب وبمنتهى الشياكة ومن غير ما يتلفظ ومن غير ما يتنمر، وحط حسين الشحات في حجمه الطبيعي، لان حسين الشحات لعيب مثير للمشاكل، مثير دايما لعدم العلاقات الطيبة مع اي لعيبة في اي اندية. دايما اي مباراة بيشارك فيها دايما بتلاقيه بيعتدي على لاعب، بيتطاول على لاعب، بيسيب الدين للاعب، بيضرب لاعب. دي اخلاقيات الحقيقه انا شايفها لا تتوافق مع النادي الاهلي، ولكن مع اهلي الخطيب هي متوافقه جدا. لما انا ابقى لاعب في النادي الاهلي وشايف ناديه اللي هو الاهلي بيخطف لعيبه الزمالك وبياخد اللعيبه من باقي الانديه، طبعا اتطاول. وبالمناسبه يعني مبروك للنادي الاهلي انه خد زيزو من الزمالك. خد زيزو من الزمالك وخدوا ايه؟ خدوا زي ما بيقولوا الخطيب مجانا، خدوا انتقال حر. مبروك يا باشا، وانت لبست لعيب زي الفل جردك من الدوري والكاس ودوري الابطال ومن كاس مصر ومن كل البطولات. انت خدت لعيب قال لك طموحي العب مع الاهلي دوري الابطال، اهو خدك في ايده وطلع بيك على الكونفدراليه. وبالمناسبه دي رابع كونفدراليه يشارك فيها زيزو، يعني بالتخصص زيزو اللي خدك معاه كونفدراليه، مش انت اللي خدته معاك دوري الابطال. ان الله لا يصلح عمل. كملوا انتوا بقى. يعني المسائل لازم تتحسب قبل ما تفكر تخطف، وقبل ما شوف انت عايز مين تاني من الزمالك. ايه رايكم اللي في لكم حسام عبد المجيد في ورق سلوفان؟ طبعا النادي الاهلي طالع منه اليومين دول تقارير بيقول لك توبه وحرمنا مش هناخد لاعب من الزمالك. لا يا خد وعندنا البدائل، خد حسام وهتلاقي السيد اسامه العملاق اللي طالع اللي عمل ماتش نموذجي قدام سيراميكا كليوباترا. عايز مين تاني؟ عايز ناصر منسي اللي بعته اللي انت عايزه. نادي الزمالك ما بيقفش، بالعكس اللعيبه اللي انت هتاخدها دي بتبقى زي ما كان بيقول في رأفت الرجال عميل مزدوج. النهارده زيزو اهدار ضربه الجزاء في مباراه المصري في الدور الاول هي اللي فتحت الطريق للزمالك انه ياخد قمه الدوري من يومها لحد دلوقتي. يعني زيزو شارك مع الزمالك في تفوق الزمالك وتصدره وفوزه باللقب في النهايه. يعني في المساله محتاجه انك شوف احتياجاتك ايه، مش انك ممكن تخطف من الزمالك ايه. طيب، بعيد عن بزيرة وبعيد عن الكلام ده كله، إدارة ابلكيشن زملكاوي اللي كان الزمالك ورد لخزينة الزمالك 25 مليون في الشهر اللي فات. النهارده إدارة الابلكيشن ده طبعا لنا يعني هي مملوكة كمان لإحدى الشركات اللي عملت الابلكيشن وبتديره، يعني مش معمول لوحده. الشركة دي قررت التنازل عن كل أرباحها أو العائد المالي ليها المخصص للشركة في الابليكيشن لصالح نادي الزمالك، مع توجيهه إلى الفلوس الخاصة بفك القيد كنوع من المساهمة الكبيرة مع نادي كبير ومع جماهير الزمالك، اللي بتبدأ مجلس إدارته يدور دلوقتي في إزاي أفك القيد وإزاي أجمع مبالغ من بعض رجال الأعمال سواء جوه أو داخل أو خارج مجلس إدارة النادي. وبالفعل الفلوس هتتحول للزمالك، وممكن تعمل لها كمان 25 مليون او 30 مليون تاني نتيجة الشهر ده. الحقيقة الارقام اللي طالعة من الابليكيشن بتقول انها ارقام عبقرية جدا 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 جدا. المؤكد انه تصريحات من جوه مجلس ادارة نادي الزمالك بتشير الى وجود انفراجة فيما يخص المبالغ اللي هيتم تخصيصها لفك القيد. وانباء بتقول انه الزمالك في كل الاحوال تم الاتفاق على مجلس اداره النادي، الناس لو هتبيع هدومها نادي الزمالك هيفك قيده، هيدفع غراماته وهيكون موجود في دوري ابطال افريقيا الموسم اللي جاي، لان عدم فك القيد معناها استبعاد الزمالك من البطوله اللي الزمالك حارب عليها 3 سنوات، واعتقد ده هيبقى صعب جدا جدا. بشكر حضراتكم ودايما نلتقي على خير.